السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سيجار معمر بصدر ديال الدجاج والشعريه الصينيه بلا باتافيلو. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخير. ما تنساوناش من الدعم ديالكم، البارطاج كما العاده، والكومونتيرات الزويونه، وكذلك البصيمات فضلا وليس امرا. ودابا يلا نبداو مع المقادير على بركه الله. ودابا كما شفتوني راني كنقطع الصدر ديال الدجاج على هاد الشكل هذا، يعني يكونوا قطعات اللي صغورين ماشي كبارين بزاف، كذلك ماشي صغورين. بالنسبه للكميه ديال الدجاج اللي خديت انا هنايا، خديت صدر ديال الدجاج مكمول، وانتم تقدروا تاخذوا الكميه اللي متوفره عندكم. وكذلك ماشي لابد انه يكون صدر ديال الدجاج، يقدر انه يكونوا هكا فخيدات اولا ديال لادان اللي متوفر عندكم في الدار، تقدروا انكم ديروا به السيجار ديالكم. المهم يكون ديال الدجاج، اولا كذلك بعض المره كنديروا بالكفته، يعني ماشي لابد ان غير الدجاج. غير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم السيجار بصدر ديال الدجاج. ودابا دزت البصيله كذلك غادي ناخدها كما كتشوفوا معايا. خديت هنايا انا بصيلات صغورين هما اللي موجودين عندي في الدار، ولكن نتوما تقدروا انكم تاخذوا البصله اللي كبيره. خذوا جوج البصلات يكونوا كبار، نشلضوهم هكذا على هاد الطريقه هذه، يعني بحال كنشلضوا يعني للطياب عادي وصافي، يعني كارويات يكونوا ما كبارين ما صغورين. ومن بعد ما نكمل البصيله ديالي غادي ندوز باش نقطع مطيشه. خديت هنايا غير نص ديال مطيشه، ما ديروش مطيشه بزاف، غير باش كتطلق لنا داك المذاق ديالها وكذلك داك الحموضيه ديالها، كتجي مزيونه هكا في الشرموله اللي غنديرو في البريوات. ما تنساوش بان مازال غنديرو بزاف ديال الحويجات يعني اللي حامضين، ما تكثروش بزاف ديال المطيشه، غير انا ما كنقدرش نستغنى عليها داكشي باش درت هاد شويه. كذلك غادي نديرو شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال المليحه، وغادي ناخدوها نحطوها على البوطه ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت الصدر ديال الدجاج اللي قطعنا، من بعد ما غسلته مزيان بشويه ديال الليمون درتو تقطع في شبيكه حتى ما بقاليش فيه الماء. ودابا غادي ناخد معاه التوابل ديالنا. عندي معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وكذلك شويه ديال المليحه، وشويه ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه ديال الهريسه، ومعلقه ونص ديال الصوجه. كما كتشوفوا معايا غادي نخلط الدجاج ديالي مزيان. ما بغيتش ندير فيه الزيت باش راكم عارفين الزيت الا درناها ما غاديش يدخلوا لنا التوابل ديالنا في الدجاج، اللهم كنخليوها حتى الاخير. كذلك غادي نضيفوا هنايا شويه ديال المعدنوس، نسيتو تمن جوج ديال المعالق ديال المعدنوس مقطع، وغادي نخليوها ترتاح على جنب حتى تقل لنا البصيله. هانتوما من بعد ما تقلات لنا البصيله مزيان كما كتشوفوا، طلقت الماء ديالها، ومن بعد شربت داك الماء كله بقات غير الزيت. غادي نضيف لها الدجاج كما كتشوفوا على هاد الطريقه هادي، غنخلطو مزيان مزيان مزيان. ومن بعد غادي نغطيوها ونخليوها حتى طيب على خاطرها طلق الماء ديالها، ما نزيدولهاش الماء ونرجعوا لها من بعد. ودابا دزت كما كتشوفوا، كنت خديت هنايا جوج ديال القبيطات ديال الشعريه الصينيه، ما درتش بزاف هاد المره، ودرتهم هكا في الماء طايب، خليتهم واحد شويه، ومن بعد خديتهم قطرتهم هكا في شبيكه، خداو الوقت ديالهم الكافي يعني باش ما بقاش فيها الماء. ومن بعد عاد زدت هكا قطعتهم هكا بالمقص ديال الكوزينه. ودابا غادي ندوز ان شاء الله. خديت البول هنايا غادي ندير الشعريه الصينيه اولا الشوربه الصينيه ديالي، وغادي نضيف عليها الفخوماج كما كتشوفوا هنايا. انا خديت هاد الكميه هذه الاولى وجبرتها ما قدانيش، وخديت كذلك واحد الكميه اخرى جبرت قبيصه اخرى، يعني خلطت هنايا جوج ديال الانواع، وانتم خذوا اللي متوفر عندكم في الدار. ومن بعد غادي ندوز هانتوما كنحرك لاصوص ديالي اولا الصدر ديال الدجاج. هانتوما طلق الماء ديالو تبارك الله ورجع يعني هكذا نشف، بقات فيه غير الزويته. دابا غنخليه حتى غادي يعني هكا يعقد على خاطر تبقى غير الزيت، وغادي نخليه حتى يبرد ياخذ الوقيت ديالو. من بعد عاد غادي ندوز باش غادي نضيفو على الشعريه ديالنا وكذلك على الفخوماج. كنفضل ان نخلي يعني الدجاج حتى يبرد على خاطرو، ما نخلطوش وهو سخون مع الفرماج باش داك الفرماج يعني ما يذوبناش في مره وكيتعجن مع الشوربه اولا الشعريه قبل ما غادي نعمرو به البريوات ديالنا ونطيبوه. داكشي علاش كنخلي الدجاج حتى كيبردو مزيان، وعاد كنخلطهم مع الشعريه الصينيه والفرماج. ودابا غادي ندوز كما كتشوفوا. خديت هنايا لا فيلو، خديتها انا من المغازه من عند لي تورك، وانتم يعني كل واحد فين غادي يلقاها، كاين اللي غيلقاها في لي سوبر مارشي، كاين اللي غيلقاها عند لي بوشخي يعني موجوده. انا كنفضل انني نخدم بهاد الماركه هذه، يعني كتجيني زوينه يعني وكتساعد، وكذلك يعني كتجيني يعني هكا مزيونه يعني كتصدق.
داكشي علاش كنختار انا هاد الماركه. دابا كتشوفوا خديتها وغادي نقسمها على جوج ديال، يعني على جوج ديال لي مورسو. هانتوما على هاد الطريقه هادي، وغادي ناخدها كما كتعرفوها هي دغيا كتنشف وكتبقى انها كتفتت. خذوا واحد يعني واحد الكميه اولا واحد الطريف، ديروا هكا في ميكا، والطريف الاخر كذلك حتى هو غطيوه بالميكا، وبداو يعني كتخدموا وحيده بوحيده باش ما غاديش تضيع لكم، حيت الا خليتوها كلها على برا راه غادي تيبس لكم وكترجع كتفتت غير بوحدها. داكشي علاش كما كتشوفوا خبيت وحده في الميكا وحده غادي نخدم بها ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا خديت هنايا شويه ديال الزيت كندهن هكذا بالبانسو ديالي الورقه ديال الفيلو. درت غير ورقه وحده ما درتش جوج، محقاش راكم عارفين يعني الورقه طويله ولا درنا جوج يعني غيجيو بزاف ديال الورقه مع شويه ديال التميره، يعني ما غاديش تجي مزيونه. كما كتشوفوا تقطعت لي هكا الورقه شويه، ولكن يعني غادي نصلح الدعوه كما كنقولوا. ما كنبغيش نخبع عليكم يعني شي حاجه الا وقعت باش تستافدوا منها حتى نتوما. كنخلي لكم الاغلاط هما. هانتوما كما كتشوفوا دهنت بالزيت ولويت السيجار ديالي كيجي رائع رائع يعني، وتبارك الله كتجي يعني كما كنقولوا الوصفه كتجي غزاله غزاله. نتوما غادي تشوفوا النتيجه وتشوفوا يعني كيتبدل على داك السيجار مقلي وداك السيجار يعني بالورقه ديال البسطيله. يعني ملي كنديروا على هاد الطريقه هادي بورقه الفيلو كيجيو خفافين وكيجيو مزيونين الصراحه، سا شونج كما كنقولوا. هانتوما الطريقه هي هذه يعني عاودتها معكم مره اخرى. كندهنوا هكا الورقه ديالنا بشويه ديال الزيت بالبانسو اولا بيدكم، كديروا العقده هكذا، كنطويو من الجوانب بجوج الورقه ديالنا، وكنحاولوا معها غير شويه كنطووها في الاول باش ما تقطع صافي، في التالي ما كيطرى لها والو حقاش العقده كتكون ديجا يعني هكا تغطات. هانتوما غنكمل بهاد الطريقه هادي على ما نحصل على البلاطو ديالي عمار، ومن بعد غادي ندوز كما كتشوفوا. هذه هي الكميه اللي خرجت لي كلها بالنسبه لصدر ديال الدجاج وجوج ديال الطريفين ديال الشوربه اولا ديال الشعريه. دابا زدت غادي ناخذ هنايا التحميره مع شويه ديال الزيت اللي بقى لي، وغادي ندهن بها السيجار ديالنا اللي وجدنا. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا التحميره ما ديروش، يعني كياخذوا اللوين ديالهم غير بزويته، كياخذوا اللوين ديالهم مذهب كيجيو غزالين غزالين. غير انا بغيت ندهنهم هكذا باش كيعطيو واحد الحموريه، واحد يعني واحد الكولور يعني اكثر من داك الكولور ديالهم اللي كيبقاو ما مدهونيش بالتحميره. داكشي علاش هانتوما كما كتشوفوا غنكمل البلاطو الصغيور الاخر، ومن بعد غادي ندخل نطيبهم في الفران. من الاحسن انكم تنقصوا الفران وتخليهم يطيبوا على خاطرهم، حيت الا جهدتوا الفران غادي يتحرقوا لكم ومن الداخل يعني ما كيكونش واحد الطياب واحد التقرميله كما كنقولوا. هانتوما تبارك الله البلاطو الاول يعني خرجته كيجيو غزالين غزالين الصراحه، يعني واحد التقرميله فيهم، واحد المذاق كذلك كما كنقولوا ما شاربينش الزيت، كيجيو غزالين غزالين يعني بحال كتاكلوا بسطيله ديال الحوت. يعني طريقه غزاله وناجحين وكيجيو مزيونين، كنصحكم انكم تجربوهم. ودابا كما شفتوا خرجتهم من الفران نحطهم سخونين، غندير لهم شويه ديال الفرماج ونطلقوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال السيجار ديالنا اللي معمر بالدجاج وبالشعريه وكذلك بالفرماج اللي كيزيد له واحد المذاق واحد اللذه الصراحه، كيجيو غزالين غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم ما غاديش تندموا عليهم. طريقه مزيونه وكذلك بالباط فيلو كتعطيهم واحد القرمشه واحد المذاق مغاير تماما على اللي معودين عليه. كما كنقول لكم ديما ما فيها باس اننا نغيروا من الحاجه اللي معودين اننا كنديروها. لا بالنسبه للضيوف ديالنا كيجيو هماويين وغزالين، ولا لوليداتنا تقدروا انكم تقدموهم هكذا مع شليضه كبيره اولا تقدموهم مع حريره مع لاسوب. كذلك الوليدات تقدروا ديروهم لهم هكذا في الكوتي ياخذوهم معاهم للمدرسه. صراحه كيجيو غزالين وكيجيو خفافين ما شاربينش الزيت، وانا متاكده ما غاديش تندموا عليهم الا جربتوهم. ما تنساوش انكم تجربوهم وترجعوا ليا في لي كومونتير. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو كي كيجيو تبارك الله السيجار ديالنا من الداخل كيجيو غزالين، وكذلك فيهم داك التقرميله ديال داك لاباطا فيلو كتجي غزاله غزاله كتفتت غير بوحدها. يعني كما كنقولوا ما كيجيوش ثقالين وما فيها باس. كذلك مره يعني نبدلو، ما نبقاوش نديرو غير الورقه ديال بسطيله، يعني كذلك نبقاو نديرو هكا حويجات بالورقه ديال الفيلو حتى هي الصراحه كتجي رائعه رائعه، يعني ناجحه وكتجي فيهم واحد التقرميله ما نقول لكمش عليها. كذلك السيجار ديالنا جاو غزالين من الداخل، خصوصا مع داك النسمه ديال الهريسه مع داك المعلقه اللي درنا على صوص الصوجه كيجيو مزيونين مزيونين. كنتمنى انكم تجربوهم وترجعوا ليا في لي كومونتير.
وما تنساونيش من البصيمات ديالكم، من الكومونتيرات الزوينه، من البارطاج، واللي مازال ما مشتركش في القناه كنتمنى انه يشترك في القناه، فعل الجرس باش يوصلوا اي جديد فضلا وليس امرا. ودابا جينا على نهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم وخليتكم في راحه الله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله ومع السلامه.